وليد الركراكي يهز الجماهير المغربية ويضم 8 لاعبين جدد إلى المنتخب المغربي. وأشرف حكيمي يتعرض لأكبر خدعة إعلامية في التاريخ. وكيليان مبابي يهز العالم بتصريح غير متوقع عن أشرف حكيمي وزوجته بعد تحويل أملاكه إلى أمه. وتأهل مانشستر سيتي وإنتر ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وموعد المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل لا تنسى أن تعطر فمك بالصلاة على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يستعد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي للإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهة منتخب جنوب أفريقيا في يونيو حزيران المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائي كأس أفريقيا التي ستقام في ساحل العاج في يناير كانون الثاني 2024. ومن المتوقع أن تطرأ العديد من التغيرات على التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، وذلك لرغبة المدرب الركراكي في منح الفرصة للاعبين آخرين خصوصا أولئك الذين غابوا عن نهائيات كأس العالم 2022 والمباراتين الإعداديتين أمام البرازيل والبيرو في 25 و28 مارس آذار الماضي. ويعيش الرأي العام الدولي أخبار متضاربة في قضية أشرف حكيمي مع طليقته التونسية هبة عبوك التي تطالب بنصف ثروته بعد طلاقها منه في أيام القليلة الماضية. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن كيليان مبابي وهو يتحدث عن قضية أشرف حكيمي وزوجته وتحويل أمواله إلى أمه. وبعد الفحص عبر محرك البحث جوجل تبين أن هذا التصريح مجرد إشاعة، وأن زميله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي التزم الصمت. وأكمل مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي عقد المتأهلين إلى الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالتعادل الأول مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني هدف مقابل هدف، والثاني مع بنفيكا البرتغالي 3 أهداف مقابل 3 أهداف أمس الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. ففي ميونخ انتزع بايرن ميونخ التعادل مع مانشستر سيتي بهدف مقابل بهدف سجله جوشو كيميتش من ضربة جزاء قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، بعدما تقدم النرويجي هالاند لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 علما بأنه أهدر ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول. وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي بالفوز ب4 أهداف مقابل هدف في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى مباراة الذهاب على ملعبه في الأسبوع الماضي فائزا ب3 أهداف مقابل لا شيء. وفي ميلانو حسم إنتر ميلان تأهله بالتعادل 3 أهداف مقابل 3 أهداف والفوز ب5 أهداف مقابل 3 أهداف في مجموعة المباراتين، بعدما فاز بهدفين مقابل لا شيء على بنفيكا في عقر داره ذهابا. وبهذه النتيجة يتأهل السيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال ليلاقي فريق ريال مدريد الذي تأهل أمس على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي. وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز أمام تشيلسي بنتيجة هدفين دون مقابل أمس الثلاثاء ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أيضا لريال مدريد لتصبح نتيجة المباراتين 4 أهداف مقابل لا شيء، ويتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي البطولة رسميا. موعد مباراتي ريال مدريد ضد سيتي في نصف نهائي دوري أبطال. يواجه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتايجو برنابيو يوم 9/5 الشهر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر المقبل. وإذا كنت من عشاق كرة القدم فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.